طيب الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من فضائية إريتريا، معكم فيها شهاب الرأي والمستهل بهم وأبرز العناوين. بدفعة الاحتفال بذكرى 29 لعملية فنقل التاريخية. مستشفى دكم حي يقدم خدمات صحية متكاملة للمواطنين. تنظيم انتخابات لجان الصلح في مديرية دباروا. إحراق المواد الغذائية منتهية الصلاحية في الإقليم الأوسط. فرنسا تستدعي سفيرها بإيطاليا على خلفية ملاسنات متبادلة. وبرلمان أوكرانيا يوافق على التعديل الدستوري. مرحبا بكم. افتتح سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد الأمين محمد سعيد بدء اليوم 8 من فبراير الجاري فعالية الاحتفال بالذكرى 29 لعملية فنقل التاريخية تحت شعار فنقل معجزة تاريخية. وأفاد مراسل وكالة إرنا بأن الفعاليات المستمرة حتى 10 من فبراير الجاري تشتمل على استرداء وأنشطة رياضية والبرامج الثقافية وغيرها من البرامج، وتشهد مدينة مصوى حاضرة إقليم شمال البحر الأحمر إعداد قفيرة من الزوار. يذكر عن إنجاز أعمال متنوعة لروعة الحفل، من ضمنها أنشطة نفير للنظافة واستعدادات المرافق الخدمية وتزيين الطرق والشوارع والمباني وغيرها من البرامج. أوضح المستفيدين من الخدمات الصحية في مستشفى دكم حري الذي يتمتع بالمعدات اللازمة والقدر الصحي الكفء بأنهم يحصلون على خدمات صحية متكاملة. وفي التصريح الذي أدلوا به لوكالة إرنا أكدوا بأن الخدمات الصحية الجديدة التي أدخلها المستشفى والمتمثلة في طب الأسنان والتوليد والعناية بالرضع ساهمت في الحد من مشقة الترحال إلى العاصمة أسمرة للعلاج. وأضافوا بأن المستشفى يعاني من قلة الأدوية والعنابر بسبب تزايد المترددين عليه، داعين للاهتمام بتجهيز البنى التحتية. وأشار المدير الطبي للمستشفى الدكتور برناندوس بهتا إلى أن المستشفى يقدم خدمات الجراحة وطب الأسنان والعيون والأشعة السينية ورعاية الرضع والأطفال، وكذلك متابعة الحوامل، وقد ظل يقدم خدمات مرضية لتوفر القدر الصحي الكفء والمعدات اللازمة. وذكر بأن المستشفى يقدم الخدمات الصحية للقادمين من مديريات سجنيتي وصولنا وميعاني إضافة إلى سكان مديرية دكم حري، موضحا عن انخفاض الإصابة بالأمراض المعدية وخاصة مرض الملاريا مقارنة بالعام الماضي، فيما بلغت نسبة تغطية حملات التطعيم 99%. من جهته أفاد خبير التوليد الدكتور هايلي ميكائيل جبر مريم أنه هو بفضل إنشاء عنابر انتظار الحوامل في المستشفى وضعت العام الماضي أكثر من 1300 حامل حملها في المؤسسات الصحية، حيث ارتفع عدد الحوامل اللائي يضعن حملهن في المؤسسات الصحية ب75%. ويوجد في مديرية دكم حري مستشفى واحد و4 عيادات. نظمت في مديرية دباروا في الفترة من الأول وحتى الثالث من فبراير الجاري في 9 محاكم انتخابات لجان الصلح، وفي العملية التي صوت فيها أكثر من 18,000 مواطن انتخب 29 شخصا، منهم 3 أشخاص في كل منطقة من مناطق عد بزحنس وشكتي ومرب وترى أمني وعد قبراي وقحوجعة ومسلام وعد بزاقي، وفي عد فلسطي 5 أشخاص. وقال مدير مديرية دباروا السيد فروانجل تخل هيمانوت إن البرنامج أجرى وفق الخطة التي أصدرتها وزارة العدل لحل القضايا بالصلح عبر القيم التراثية المجتمعية، مناشدا لجان الصلح للعمل لتفان وإخلاص على المواطنين التعاون معهم. وذكر المنتخبون من جهتهم على انتخاب الأشخاص ذو الكفاءة العالية للتوسط والصلح، مؤكدين جاهزيتهم للتعاون معهم. قام فرع القانون والنظام في الإقليم الأوسط بالتعاون مع شركائه في 7 من فبراير الجاري بإحراق المواد الاستهلاكية والغذائية منتهية الصلاحية في مكب النفايات بمنطقة بيت قرقس. وضح العقيد تصفى ميكائيل تصفاتين مسؤول القانون والنظام في الفرع أن معظم المواد الاستهلاكية تم ضبطها في العاصمة أسمرة، وتشتمل على 20 كنتالا من العسل ومياه معدنية بقيمة أو شحن مركبة
بالإضافة إلى المعكرونة والمربى والبسكويت والحلاوة ومختلف أنواع الصوابين وغيرها من تلك المواد. وفي المهام الميسرة أشاد بالمساهمة الكبيرة التي ساهم بها قسم سن القوانين والمراقبة بوزارة الزراعة، مناشدا المجتمع المدني للتركيز على تاريخ الصلاحية أثناء شراء المواد الاستهلاكية والغذائية. من جهته قال عضو قسم سن القوانين والمراقبة بالوزارة الشاب دانيال جبرهيوت إن 20 كنتالا من العسل التي تم فحصها تعرض معظمها لحرارة الشمس والهواء واختلط فيه الموز والسكر ويتميز بنكهة كريهة، ويحدث هذا أضرارا بالغة على صحة المجتمع المدني، داعيا التجار للحد من مثل هذه الإشكاليات وعلى المستهلكين والمشترين التأكد من تاريخ الصلاحية. قامت الجمعية الوطنية لمعاقين الحرب في الإقليم الأوسط في 7 من فبراير الجاري بتأهيل 20 من أعضائها المعاقاة بالمواشي، وقدم لكل واحدة من النسوة مبلغ مالي قدره 12,500 نغفة لشراء ما بين 8 إلى 10 من الأغنام، حيث تبرع بها الأريتريون المقيمون في إسرائيل بمبلغ مالي قدره 19,650 دولار لصالح هذا البرنامج. وأوضح رئيس الجمعية الأستاذ جبر برهان إياسو بأن المشروع هو مواصلة للبرنامج الجاري لتحسين الحياة المعيشية للمعاقين وخاصة المعاقات، حيث يهدف في الأساس إلى تشجيع الأسر للاعتماد على نفسها. من جهته قال مسؤول الفرع في الإقليم الأوسط السيد تصفى ميكائيل هايلي إن برنامج التأهيل بالمواشي الذي بدأ بالإقليم الأوسط سوف ينفذ أيضا في الأقاليم الأخرى بعد التأكد من نتائجه، مناشدا المستفيدات للقيام بالعمل الجاد للاستفادة من البرنامج. وتوضح مستندات الجمعية بأنها قامت بتأهيل المعاقين في أقاليم القاش بركة وعنسبة وشمال البحر الأحمر بعربات القارة وفي الإقليم الجنوبي بالمواشي، بالإضافة إلى فتح فرص القروض بلا فوائد من أجل مساعدة أعضائها. أوضح المستفيدون من خدمات مياه الشرب النقية بأن المشروع المشيد في منطقة همبو القجج بمديرية كركبت ظل يسهم كثيرا في زيادة مشاركة الإناث في مجال التعليم وتحسن حياتهم المعيشية. وأشاروا بأنهم ظلوا يواجهون متاعب لا يستهان بها للحصول على المياه، إلا أن هذه المشكلة قد حلت بعد إنشاء المشروع، مؤكدين جاهزيتهم للعمل من أجل الحفاظ على ذلك المشروع. وأشار مدير الضاحية سيد إسماعيل محمد أحمد بأنهم ظلوا يحصلون على خدمات جيدة منذ إنشاء المشروع، وخاصة بعد إدخال أجهزة الطاقة الشمسية في ذلك المشروع، مما ساهم في تفرغ الإناث للدراسة وزيادة نسبة مشاركتهن في التعليم. ويقطن في ضاحية همبو القجج في مديرية كركبت بإقليم القاش بركة 3200 نسمة. فاصل ثم الأنباء على الصعيد العالمي. قالت وزارة الدفاع الروسية إن على الولايات المتحدة أن تدمر أنظمة الدفاع الصاروخية MK-41 التي نشرتها في رومانيا من أجل العودة للالتزام بمعاهدة نووية من حقبة الحرب الباردة. وقالت إن على واشنطن أيضا أن تدمر طائراتها المسيرة الهجومية لسبب ذاته. وذكرت الوزارة أنها استدعت الملحق العسكري بالسفارة الأمريكية لتسليمه مذكرة تتضمن مطلب موسكو. وعلقت روسيا اتفاقية القوى النووية متوسطة المدى خلال مطلع الأسبوع بعد أن أعلنت واشنطن أنها ستنسحب خلال 6 أشهر ما لم تنهي روسيا ما وصفته بانتهاكات للمعاهدة، وتنفي موسكو ارتكاب أي انتهاكات. استدعت فرنسا سفيرها في روما بسبب ما قالت باريس إنها هجمات متكررة لا أساس لها من الصحة تتعرض لها من قبل قادة سياسيين إيطاليين في الأشهر الماضية. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية حثت فيه باريس روما على العودة إلى انتهاج مواقف أكثر ودية. وذكرت الخارجية أن فرنسا ظلت لعدة أشهر هدفا لهجمات متكررة لا أساس لها من الصحة وتصريحات مشينة. وقالت إن هجمات إيطاليا لم يسبق لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، مرجعة السبب في تلك الهجمات إلى ما وصفته بالأغراض الانتخابية.
وشن كل من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني ووزير التنمية الاقتصادية دي مايو مؤخرا هجمت على فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون. وافق البرلمان الأوكراني على قرار إجراء التعديل الدستوري الذي يحقق الهدف الاستراتيجي لأوكرانيا بأن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلس الناتو. ووصف الرئيس الأوكراني بيترو بورشينكو في خطاب له أمام البرلمان الإجراء بالخطوة المهمة في الجهود الرامية إلى العضوية المرتقبة في الهيئات الأوروبية والأطلسية. وأكد أن أبواب الناتو مفتوحة أمام أي دولة قادرة على إجراء إصلاحات تضمن تنفيذ بنود اتفاقية واشنطن، مشيرا إلى أن هذا ينطبق بالفعل على أوكرانيا، وأنه على مدى السنوات الخمسة الماضية قامت بلاده بإجراء إصلاحات في قطاعي الأمن والدفاع إلى جانب قطاع الجيش. ويتطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والناتو دعما من جميع الدول الأعضاء في هذه الهيئات. ويشعر العديد من دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بالقلق إذا انضمام أوكرانيا لهم، معتقدين بعدم جاهزيتها للانضمام قريبا. قال مسؤول إن عدد قتلى انفجار غاز بمنجم فحم غير مستخدم بجنوب أفريقيا ارتفع إلى 6 فضلا عن بقاء آخرين محاصرين داخله. وأوضح مايكل إليوت وهو ممثل فريق حماية قانونية يشرف على المنجم أن أكثر من 20 شخصا لا يزالون عالقين تحت الأرض في إقليم بوما لانغا ويفترض أنهم توفوا. وأضاف أن جهود الإنقاذ تعطلت نتيجة للمستويات العالية الخطيرة من الغاز السام تحت الأرض. وقال متحدث باسم الشرطة أن أشخاصا دخلوا المنجم لسرقة أسلاك نحاسية تستخدم في الإضاءة والتهوية عندما انفجر أنبوب غاز. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة. في سومناوي في ساعات زقرب لكم تنتان سبورت حزنا لكم قريبنا لنا مس هاجراو فدريشن ناتوم مدبات حزنا نتودرات كنسرع مدب حزنا لنا سرع زخل العقل لنا ولا حنت صقمات يقول لك سرح له هيلي سومناوي تنتان سبورت في ساعات حزنا لكم قريبنا لنا حجي كان مجمر عمل جميرنا خاب عمت زي كابت عمي بفولي ابو مونغو 10 عينت سبورت مدبات اوصينا مجمريا نغورو مسرحون الله اب اكلاوي بقعت تمركيسو شتات كمزغبل كاز بلعل مصاقو عساسو بعلو كعسو ام مصنح دصاوت ترى اب جمت متاو تناتو تاكتكس كغيرو وسينو مالتي ابزو وددر زين تداخسا تفاخيرن بااتاويتاتني مدب زيت سبورت حيزنا قريبنا لنا قلعو خا بهصانته ما تحزن دعابي دلو حساب تكات من سياسي بتكبار اريمنا كتاتلو صنعكم سومناوي بس عزنا وهم زغرب زيت سبورتي زي دكتوراه تابستري زمدا بزي استفلالي زعباتات بملعل حبرتسب ناب حكمنا كيكده كاب استفلالي طعنا تقصار استات موياو مخرن حبريتان زرخبلو وترو اب ساعات زي بغطتا زفنو نايطعنا مدبيوم حتى يحريتهم زهلوكم بغطا تساتفتنا يزمدا بزي كم تخونوا عديمنا كنحبر نفقدتم عجي مسيار الحالة بكا أنزقت الهامي كنا فحن خبيك والحن كنا فخلنا نقلوا بش كم يتقول كنت حاشة مرمراتات أنتم زخون مرمرات تزبروا له قريبو ما تسيئون تايو كنا تايو ناي التراساون مرمرا قبر خل قال أهل توساخ قبر سبزان لا تملالسه أب حدا معلبخ بتصحك خلانو زخبركم تقاتلتي دقيمنا زي دكتوراه تابستودي حمام بروسولوسس ببروسيلا استباله تهواس زمت حمام كوينو كاب انسسا نابسب زمحالف حمامي حمام شكر تفلالي عينتات له قدامي عينت حمام شكر كالي عينت حمام شكر زبحال له زي دكتوراه تابستودي اتز تحت خبرت زلو اتز تحت عدمه نايت انت زلو اتز على حمام موتن يقاطمو وترو اب ساعات زي بغطتا زفنو نايطعنا مدبيوم